مرحبا يا رفاق. مرحبا يا أساطير، عدنا لكم بفيديو جديد. اليوم سنلعب ماجواير كرافت، والحلقة القادمة سندعو المزيد من اللاعبين إلى السيرفر، ولكن أولا سنبني منازلنا. أجل، لقد وجدت مكانا رائعا على هذا الجبل لبناء منزلي. لا أحد سألك يا هيلاند. أوه، لا تضربني يا أحمق. إذا أقفل فمك. أنت قتلتني 5 مرات قبل أن نبدأ التسجيل. ما الذي يفعله ميسي؟ إنني أنظر إلى هذا الشعار المقرف الذي بخلفنا. من الذي بناه هنا؟ فاك ميسي، لقد تعبت ببنائه كثيرا، وحتى إنني بنيته وكانت الأمطار تهطل فوقي. إياك أن تستهزئ بشعاري، أنا فخور به. حسنا رونالدو، أرجوك لا تبكي، فهمنا أنك تعب. أقسم بالسر أليكس، عندما ينتهي منزلي ستبكون من الغيرة. منزلي سيكون هو الأجمل. سأبني المنزل مثل منزلي في الحياة الواقعية. ميسي، هل صحيح بأنك تعيش بمنزل يشبه كرة قدم عملاقة؟ لا هالاند، إنه يكذب، فقط نشر هذا لجمع اللايكات. اخرس رونالدو، أنت تعيش في الصحراء. هاي شباب، انظروا لهذا، وجدت الدايموند هنا. او ماي بيبي جوارديولا، رونالدو وجد دايموند. مستحيل، الدايموند هنا في هذه الحفرة. حسنا، دعني أرى. أين هو؟ أنا لا أراه. وات ذا فاك برو. ادخل للحفرة، إنه بالداخل. أقسم بالسر أليكس إنه يوجد دايموند. أين؟ أوه فاك شباب، رأيت الدايموند، إنه هنا. لقد أخبرتك يا برو. اقترب يا هالاند وانظر إلى الدايموند. هناك ألماس حقا؟ نعم، تعال وانظر. لا أريد ذلك. صدقني هالاند، يوجد الكثير من الدايموند في الأسفل، فقط ألقي نظرة. أنت تريد قتلي وأنا بالحفرة؟ هالاند، كيف تجرؤ على قول هذا؟ أنت صديقي، لا نفعل بك هذا أبدا. حسنا، سألقي نظرة. أوه وات ذا فاك، لا. ابتعد ميسي، استمتع بالدايموند هالاند. لقد دفناه حيا. تبا لكم يا رفاق. كيف وصلت إلى هناك بهذه السرعة؟ حسنا، دعونا نبني منازلنا يا رفاق. هل تريد بعض المساعدة؟ لا، اذهب من هنا. وات ذا فاك، ما الذي تفعله يا رونالدو؟ أنت بكل شيء تريد مساعدتي به تجعله أسوأ، مثل كل الأندية الذي لعبت بها. انظر إلى يوفنتوس ويونايتد والنصر الآن. اخرس يا برو، بإمكاني أن أساعدك، فقط انظر. أوه، لم أكن أقصد أن أضعه هنا. فاك يو رونالدو. بعد 30 دقيقة من البناء. رونالدو، منزلك يبدو سيئا جدا. أنا لم أنهيه بعد ميسي، أنا أساعد هالاند بمنزله. ميسي، هل بإمكانك أن تطرد رونالدو من السيرفر؟ إنه يستمر دائما بتدمير منزلي. توقف عن البكاء هالاند، رونالدو صديقنا. حسنا هالاند، أنا فقط كنت أمزح معك قليلا، سأذهب من هنا الآن. أنا آسف رونالدو، وأنا أيضا كنت متوتر لأنني لم أقم بجلسة اليوغا إلى الآن. دعني ألقي نظرة على منزلي. حسنا، هذا هو منزلي، إنه مثل شعاري CR7. لم ينتهي إلى الآن بعد، لكن عندما سينتهي سيكون رائع. الآن فهمت لما الناس ترتدي ملابس داخلية عليها CR7. وأنا الآن فهمت كيف الناس تناديك بالأسطورة بعد فوزك في كأس العالم ب50 ركلة جزاء. دمرت لك منزلك. ما الذي تفعله هالاند؟ هل أنت أحمق؟ ابلع رونالدو. هذا لكي لا تعبث معي مجددا رونالدو. تبا لك يا أيها الروبوت. هاي ميسي، شاهد هذه الحركة، أسميها 360 كيفن. بوم، الآن هيا لنشاهد منزلك ميسي. هذا كان أكثر شيء مقرف شاهدته في حياتي، أكثر من روني كين. ميسي، أنت قلت بأن منزل رونالدو مقرف، لكن منزلك أسوأ من طقم توتنهام هذا الموسم. لم أنهيه بعد. دعونا نكمل العمل على منازلنا يا رفاق. بعد 30 دقيقة. منزلي سيكون جميلا. أتساءل ما الذي يفعلونه الآن؟ ميسي، رونالدو يستمر بضربي لأنه يعتقد أنني هاكر. أنت هاكر برو؟ كيف حصلت على هذه البلوكات ووضعتها فوق منزلك؟ لم أراها من قبل. هذا لأنك نوب. لقد كنت أحفر بالكهف ووجدتها بداخله. أنت كل شيء تقول عنه مسروق. أنا أريد رؤية منازلكم جميعا. واو رونالدو، بدأ منزلك يبدو جميلا. هالاند، من أين حصلت على هذه البلوكات؟ أنت هاكر. أخبرتك يا برو. على أي حال، هذا هو منزلي وتعبت به كثيرا. أرجوك لا تخرب أي شيء هالاند. مع إنك كنت تخرب لي منزلي كثيرا، لكنني لن أخربه لك لأنني لست غبيا مثلك. سأتفاهم معك بعد قليل هالاند. الآن دعني أركز. أنا أتساءل من أين سأضع الباب لكي أستطيع الدخول. تعالوا وشاهدوا منزلي يا رفاق. يبدو جميلا يا برو، خصوصا لأنه يتمتع بإطلالة على منزل CR7. هذا أجمل شيء فيه. رونالدو، توقف عن رمي البلوكات في كل مكان أنت وميسي. آسف برو. فاك يو مان. حسنا، أين ستبني غرفة اليوغا؟ كنت أفكر بأن أبنيها هنا، لكنني ما زلت محتار. هل أعجبكم المنزل؟ لا. حسنا، لنذهب لكي نرى منزل ميسي. 360 كيفن. بوم. ميسي، أعلم بأنك تعرف بأنني أكثر كاره لك في الحياة، ولكنني أقسم بأنني سأقول كلمة الصدق. منزلك إلى الآن ما زال مقرف وليس جميل. لا تنصت إليه ميسي، منزلك جميل. ما رأيكم أن نذهب برحلة كهفية؟ فكرة جيدة. ما بك رونالدو؟ لا شيء.
فاك يا لك من أحمق رونالدو، لقد دمرت لي منزلي. يس، وأخيرا وجدت الخشب الذي كنت أحتاجه. يا ليتك أخبرتني ميسي، لدي الكثير من هذه الأشجار، لو أخبرتني لكنت أعطيتك إياهم لكي تزرعهم، وأنا أيضا عندي منهم. لما لم تخبروني سابقا؟ أوه فاك مان. لا تغضب ميسي، سوف أعطيك الخشب أنا من عندي، لكن أولا عليك أن تقول إمبابي رائحته كريهة وهالاند أفضل منه. هالاند أفضل من إمبابي، وإمبابي رائحته كريهة ويشبه السلحفاة. الآن أعطيني الخشب. يا لك من وسخ يا ميسي، تشتم زميلك السابق بالفريق. أنا جعلته يقول هذا لكي تعرف بأن ميسي ليس كلب مال فحسب، بل كلب خشب. أنا كنت أعرف ذلك هالاند. أساسا ميسي ترك برشلونة فقط من أجل المال، لأن النادي لم يعد يدفع له. على الأقل أنا خرجت بكرامتي ولم يتم طردي من النادي مثلك. فاك يو ميسي. شباب، رونالدو نسي أن يغسل ملابسه، لذلك اضطر للخروج. الآن سنريكم أنا وميسي باقي منازلنا بعدما أنهيناهم. هالاند، ما بك ميسي؟ أنت جدا مزعج. إن كنت تريد الكلام معي لماذا لا تأتي إلى منزلي وتتكلم معي؟ حسنا، أنا قادم هالاند. أوه لا، الأمطار تهطل علي. انتبه أن تدعس على الأزهار الذي تشبه لون مانشستر سيتي الأزرق. أهلا بك في منزلي، أتمنى أن يعجبك. إنه جدا جميل. استوحيت مدخل باب منزلي من مدخل باب منزل صديقتي. هيا أدخل ميسي. حسنا. هاي، توقف عن إغلاق الباب. أدخل. توقف عن فعل هذا. أنا كنت فقط أريد المزاح معك ميسي. أوه حقا هذا ليس مضحك. أوه، ما هذه الصورة؟ صورة والدتك؟ واتفاك؟ ما بك ميسي؟ هذه صورة خنزير، من المستحيل أن يكون هذا أمي. أنا آسف، ظننته والدتك. اخرس برو. على كل، دعني أريك غرفة اليوغا. من بعد ما حطم لي منزلي يا رونالدو، جلست بها لوقت طويل لكي أسترخي. شد مؤخرتك للخلف مثل ستيرلينغ لكي تستطيع الجلوس. واو، هذا جدا جميل. إنها مريحة صحيح. حسنا، هذا كان منزلي. هيا لنستكشف منزل رونالدو. واو، رونالدو بنى منزله على شكل اسمه. إنه جدا مبتكر وأيضا غريب. انظر، هذا هو المدخل ميسي. هيا ادخل. واو، إن منزله جدا فارغ، مثل فريق توتنهام. تاريخهم فارغ ولا يوجد لديهم أي لقب، أو مثل تاريخ رونالدو أيضا في كأس العالم. نكتة جميلة. كلنا نعلم بأنك فزت بالغش ميسي. واو، الإطلالة جميلة. هالاند، برأيك إن قفزنا من هنا لن نموت؟ فقط انزل ميسي. أريد رؤية منزلك ميسي. عليك أن تراه من مكان عالي هالاند. رأيته، يشبه منزلك الذي في الحياة الواقعية ميسي. جدا جميل. جراسياس هالاند. من الداخل منزلك جدا صغير، لكنه يتناسب مع طولك. أنت أساسا قصير. يجب عليك أن تشكرني هالاند، لأنني وضعت صورة أمك عندي في المنزل أنا أيضا. فاك يو ميسي. حسنا ميسي، أظن أن عالمنا إلى الآن يبدو جميلا، ولكن يجب علينا بالفعل أن ندعو المزيد من اللاعبين. ماغواير، نيمار، زلاتان، إمبابي. أنا لا أريد أن أدعو إمبابي للسيرفر، لكن إن وصل هذا المقطع ل10,000 لايك سنضيفه